النهاردة هنعمل مع بعض الجلاش بطريقة سهلة وسريعة وهتعجبكم جدا. اول حاجة هبدأ بيها الشربات. في حلة على نار متوسطة هنزل بكوبايتين سكر وكوباية ونص مية وهنسيبهم لحد ما يغلوا ونقلبهم كويس مع بعض، وننزل بعصير نص ليمونة ونسيبه يغلي لمدة 3 دقايق زي ما انتوا شايفين كده، وننزل بكيس فانيليا ونطفي النار وافضيه في طبق يبرد، وهبدأ افضيه وبكده بقى جاهز معايا. وبعد كده هعمل الحشوة. معايا 3 ورقات جلاش مهريين واقطعهم قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. بصراحة الجلاش من الحاجات السهلة اللي بحب اعملها. بعد ما خلصت التقطيع هنزل بكوباية سوداني وكوباية زبيب ونقلبهم، وممكن تحطوا جوز هند لو حابين او اي حشوة تحبوها. وبعد كده هنزل بمعلقة زيت ومعلقتين سمنة ومعلقة كبيرة سكر واحطهم على نار متوسطة يتحمروا. هفضل اقلب طبعا لحد ما ياخدوا اللون اللي انا عايزاه. بجد الله ما شاء الله جامد يعني. ده شكلها بعد ما اتحمرت، ريحته خطيرة. معايا لفة جلاش هفردها وابدأ اقطعها زي ما انتوا شايفين. بعد ما خلصت الجلاش تقطيع نجهز بقى السمنة اللي هدهن بيها الجلاش. معايا ربع كوباية زيت ونص كوباية سمنة واسيبهم على النار لحد ما السمنة تسيح كويس. هجهز الصينية اللي هعمل فيها الجلاش، ندهنها سمنة كويس ونبدأ نحشي الجلاش ونلفه بقى زي ما انتوا شايفين. لو حابين تعملوه رول ممكن تسيبوا الورقة كاملة. هبدأ اخد طبقتين واعملها مثلث وانزل بالحشوة واكملها لف زي لفة السمبوسة كده، وهكذا مع باقي الصينية. لفة سريعة وسهلة وشكلها حلو، هتشوفوها في الاخر بجد شكلها هيبقى حلو قوي. هسيبكم تشوفوني بلفها ازاي. وبكده خلصنا الجلاش. شايفين الجمال ده؟ ايه ده بجد يا جماعة، والله شكله حلو قوي. هبدأ ادهن الوش سمنة علشان ادخله الفرن على درجة حرارة 180. طبعا الفرن هيكون مشغل مسبقا، وزودي السمنة علشان يبقى مقرمش معاكي ويطلع بالطريقة اللي انت عايزاها. واول لما يبدأ ياخد لون لازم نقلبه على الوش التاني علشان ما يتحرقش مننا. وكده بقى جاهز معانا انه يدخل الفرن. وده شكله النهائي بعد ما خرج من الفرن. ما شاء الله جميل قوي. جربوه والله يا جماعة على ضمانتي ومش هتندموا. وهبدأ انزله في الشربات واقلبه كويس جدا ونسيبه دقيقتين ونطلعه في مصفى. وده شكله النهائي. جربوه مش هتندموا، وبألف هنا عليكم. متنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، واستنونا في فيديو جديد مع أكلك ألذ مع بنات العيلة.